قلت مش هلعب يعني مش هلعب، والكرة دي مش هتحرك من مكانها. ليه يا حسن؟ احنا عايزين نلعب. بيقولوا إن الشخص القوي هو اللي بيمشي كلامه، بس يزن اكتشف إن الشخص الأذكى هو اللي بيعرف يفتح الأبواب المقفولة. يا ترى يزن هيقدر يفك عقدة العند اللي عند حسن ويخليه يضحك تاني؟ يا حسن، المدرسة كلها بتلعب ومبسوطة وانت واقف بتحارب الدبان، تفتكر مين الكسبان دلوقتي؟ ارجع بص وراك كده. هما بيلعبوا من غيري؟ يزن مش بيحاول يعاند حسن، يزن بيوريه إن العند ده عامل زي السجن اللي بيحبسنا جوه، بيخلينا نشوف العالم كله بيجري ويستمتع وإحنا واقفين مكاننا. حسن مصمم يلون السما بالبني مع إن الدنيا كلها عارفة إن السما زرقاء. يزن قرر يشرح له إن العند ده بيخسرنا حاجات كتير، أهمها ضحكتنا. يزن علمنا النهاردة إن الذكي مش اللي يعاند وخلاص، الذكي هو اللي بيعرف يختار الطريق اللي بيفرحه هو وأصحابه. العناد حيطة سد، والمرونة باب مفتوح للنجاح. وانت يا بطل، ناوي تفضل واقف ورا الحيطة ولا هتفتح الباب وتكون ذكي زي يزن؟ القرار في إيدك انت. وكل واحد عمل اللي هو عايزه، بس الفريق هيخسر، ولو السما بقت بني مفيش حد هيفهم ايه اللي احنا راسمينه اصلا. عندك حق يا يزن، انا فهمت، انا كنت حابس نفسي في اللون البني. يلا نلحق نرجع اللوحة حلوة تاني. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة عشان يوصلكم باقي قصص أبطالنا.